واحد في فقدان واحد من أعز الإخوة إلينا، واحد من أغلى الإخوة بالنسبة إلينا جميعا. وأنا أقدر أننا في هذا الجو متأثرين من هيبة هذا الحدث الجلل وهذا المصاب الجلل الذي أصابنا. بطبيعة الحال منا من يعني تأثر بشكل كبير، منا من ذرف الدموع، منا من يعني تأثر بشكل أو بآخر، لكن هذا التأثر لا ينسينا أننا شباب مؤمن، وأننا نؤمن بأن الله عز وجل قد اختار أخونا عبد الرحيم شهيدا، والشهيد هو حي يرزق. لذلك بالنسبة إلينا عبد الرحيم هو حي في قلوبنا، هو حي عند الله عز وجل، هو حي نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به لا مبدلين ولا مغيرين. يكفينا أن الأخ عبد الرحيم إضافة الكلام الذي جاء في الكلمات التي سبقتني أنه ارتقى إلى الله عز وجل في الساعة 4 فجرا من فجر يوم الجمعة، وحينما دخلنا عليه بعد لحظات من وفاته وجدناه مبتسما. الله أكبر. وجدناه مبتسما مستبشرا، وجدناه مستبشرا بما عند الله. يا الله. فلذلك هذا الإيمان وهذه الهيبة هي خير عزاء، خاصة اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأخ عبد الرحيم كان آخر ما كتبه هو بيتين شعريين يقول فيهما: أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في الخشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع سيروا بها نحو مجد سليم. الله أكبر. يكفينا أن عبد الرحيم كان بالنسبة إلينا في منضوج الطلابي دائما في الصف الأول في تحصيله العلمي وفي التزامه وفي إفضاله وفي تضحياته وفي حبه لإخوانه وأخواته. يكفينا أن أخونا عبد الرحيم الله أكبر. تكبير. الله أكبر. لا إله إلا الله. بطبيعة الحال بعدما تعرضنا ابتلانا الله بعصابة منظمة من الإرهابيين الذين ظلوا يخططون لعملهم الإرهابي لأسابيع ولشهور ولسنوات، يهددوننا بالتصفية الجسدية ويعلنون ذلك في الرأي العام. إنهم تنظيم وليس شباب فقط ضل طريقه. نعم هذا صحيح، لكن اسمحوا لي، التنظيم خلف فينا يوم الخميس أزيد من 16 إصابة، منهم أخوين عزيزين لا زال في المستشفى، ومنهم أخوات منهم أخت ضربت بسيف، ومنهم أخت ضربت ونزع حجابها. إن هذا الذي حصل بالأمس بالجامعة في جامعة فاس هو جريمة منظمة إرهابية مكتملة الأركان، هي فاجعة كبرى إن وصلت إلى أننا فقدنا واحد
من إخواننا فإنها فاجعة كبرى. لكن إخواني أخواتي، ولدنا من رحم حركة إسلامية وسطية معتدلة، تربينا في أحضانها على حب هذا الوطن وعلى خدمة هذا الوطن وعلى البذل والتضحية والعطاء لهذا الوطن وعلى الثقة في هذا الوطن. اليوم أنا أسجل بارتياح وبثقة توفر هذه الإرادة، إرادة السلطات العليا والسلطات الحكومية لتحمل مسؤوليتها فيما جرى. بل إن هذه الفاجعة يعني الحمد لله أصبح يعني العدد كبير من التيارات ومن التنظيمات ومن الهيئات، منهم من اتصل بنا، منهم من يحضر معنا، منهم من أصدر بيانات ليس فقط في المغرب بل اليوم طلبت تونس في حداد وطني في كل تونس وفي السودان وفي الجزائر. هناك تضامن وهناك يعني تآخي وهناك تآزر وهناك مواساة، وهذا هو الحالة الصحية والطبيعية لأمتنا التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ختاما أقول لأمي وأبي الشهيد أننا جميعا أبناؤكم، أن كل أبناء وبنات منظمة جيل طلاب هم أبناؤكم حقا، وأن دماء الشهيد بإذن الله هي عند الله زكية طاهرة، وهي في الدنيا لن نتخلى عنها ولن نسمح لأنفسنا بأن نتخلى عن المطالبة بالإنصاف وبالعدالة وبإحقاق الحق وبمعاقبة المجرمين وبمعاقبة المحرضين وبمعاقبة الذين يهيجون ويريدون أن يجرونا الجامعة لأشياء هي بعيدة عن طبيعتها المتمثلة في الحوار والمعرفة. أسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا عبد الرحيم وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. نتقدم بالشكر لجميع الإخوة والأخوات كل واحد باسمه وصفته على حضوره. نسأل الله عز وجل أن يجازيكم خير الجزاء وأن يتقبل كل هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتنا. السلام عليكم ورحمة الله.